السلام عليكم. يوم التأسيس 90 عاما أتخمت سنواتها ذلا، 90 عاما والنظام هو النظام مع اختلاف اللون والأسماء. آل سعود يقولون أن لديهم 300 سنة غابرة وعميقة في التاريخ، والحقيقة أنها 300 عام ولم يكن هناك أصلا اسم دولة سعودية، إنما جاءت بعد الدولة السعودية. كانوا من البداية نعم تأسيس هو تأسيس القتل، تأسيس نكبة المسلمين، تأسيس التذرع بأن المسلمين مشركين، تأسيس التذرع بأن المسلمين ليسوا على دين الإسلام، تأسيس التذرع والذي ورد في كتب الدرة السنية وغيرها أن المسلمين في نجد وفي الحجاز وفي عسير وفي كل بلاد الإسلام قاطبة وكل قبائل العرب قاطبة أنهم لا يؤمنون بالبعث، وهم في غالبهم كذلك. ثم استحلوا دماء المسلمين وقتلوهم شر قتلة، وكانوا شر قوم تحت أديم السماء. نعم تأسيس أي تأسيس لقتل كل مسلم، تأسيس للقضاء على كل مسلم. ويا سبحان الله ينطبق فيهم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم. نعم فعلا هذا تكذيب في أفعال الوهابية وأفعال آل سعود من ورائهم حينما اشتبكت الكنيسة بالقصر، وهنا أصبح فعلا تصديق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن الشيطان قد أيس أو يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. حرشوا بين الناس بالقتل، وقضية يعني إحداث أن هؤلاء ليسوا موحدين، وهؤلاء ليسوا على دين الإسلام، وهؤلاء ليسوا مؤمنين، وهؤلاء ليسوا مسلمين أصلا. ومع هذا تكذيب لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: أيس أن يعبده المصلون. إذن هم جاءوا وقالوا: لا، بل إن المسلمين بكل شرائحهم وقبائلهم وأعراقهم عبدوا الأصنام في جزيرة العرب. وهذا تكذيب واضح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قضيتنا مع هذا النظام الذي يقول أنه أسس على التوحيد. نعم هو أسس للقتل، أسس لتفريق الناس على المستوى المذهبي، على المستوى الطائفي. هذا النظام منذ أن جاء إلى يوم الناس هذا وهو يريد أن يبعد الناس عن التنوع، يريد أن يبعد الناس عن الاصطفاف خلف يعني التعددية وخلف الأطياف المتنوعة. فهناك كان في كل الجزيرة العربية كان هناك الأحناف، وكان هناك الشافعية، وكان هناك الحنابلة، وكان هناك المالكية، وكان هناك حتى الظاهرية، وكانت هناك القطيف والأحساء، وكانت هناك عسير الشافعية، وكانت جبال الحجاز الشافعية، وكان هناك في الحجاز ما من عالم عند يعني ساري من سواري المسجد الحرام كما ذكر المؤرخون، ومنهم أيضا حتى المؤرخون الرحال الغربيون منهم سنوك الهولندي، ذكروا أن هناك مئات من الطلاب كانوا يدرسون في يعني القرون الماضية في القرن التاسع عشر والثامن عشر. آلاف من الطلاب يدرسون في مكة المكرمة على شتى المذاهب ويعني من شتى العلماء من اليمن ومن الشام ومن مصر ومن إلى آخره. إذن نحن أمام تنوع كبير كان في بلادنا، ولكن جاء هذا النظام ليفرض هوية واحدة، ليفرض مذهبا واحدا، ليفرض حتى المذهب الذي انتحله يعني كان مذهبا لم يكن مذهب أحمد بن حنبل ولا مذهب الحنابلة، إذ أول من قتل وأول من كفر هذا النظام كفر الحنابلة أنفسهم. أنسيتم حينما بعث، وهذا مثبت بالوثائق التي لا مجال للشك فيها، أنسيتم أن محمد بن عبد الوهاب حينما بعث للإمام العلامة ابن فيروز مفتي الحنابلة، وكذلك مفتي الحنابلة في الأحساء ابن عفالق حينما بعث لهم، وكثير من العلماء وكذلك منهم صاحب كتاب يعني السحب الوابل على ضرائح الحنابلة الذي قال: وقد نشأت ناشئة خبيثة وهي الدعوة الوهابية والى آخره، وذكر قصة طويلة مفتي الحنابلة في مكة محمد بن عبد الله النجدي. إذن نحن لسنا أمام رجل يفتئت على المالكية أو على الصوفية أو على الأشاعرة
أو حتى على الشيعة، أو يفتئت حتى على المالكية أو على الظاهرية، لا بل يفتئت حتى على الحنابلة. ألم تعلموا أن أخاه يعني هو الذي رد عليه في كتابه الشهير الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية؟ المهم، هؤلاء جاء الآن حفيدهم محمد بن سلمان ليعلن الطلاق، وأنه لم تكن هناك يوم من الأيام لقاء بين هذه الدعوة الوهابية وبين القصر وهو جده محمد بن سعود، وجعل أن بدء التأسيس في 22 فبراير شيئا مختلفا آخر غير قضية اللي هي قضية أن لهم علاقة بالدعوة الوهابية. هذا جزء من المهر الذي يجب أن يدفعه ليرتقي على العرش، يجب أن يتخلص حتى على مستوى العلم. والحمد لله أن ربنا جل وتعالى سيخلص أخيرا يعني الشهادتين من أوضار هذا النظام البائس، هذا النظام الذي امتطى الإسلام مئات السنين، وها هو ولله الحمد والمنة أصبح الآن يتحرر من هذا. ألم تعلموا أن الآن بدأ يزخ محمد بن سلمان وزبانيته وكتابه وشعراؤه والمثقفون الذين باعوا أمانة الكلمة وباعوا حتى شرفهم وباعوا قيمهم وباعوا ضميرهم، باعوه للشيطان الرجيم. أصبحوا الآن يقولون لا، إن القضية بدأت ليست من محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، بل بدأت فقط من محمد بن سعود. وها هم الآن يريدون أن يقول أنه ليس هناك دولة دينية، بل ما شاء الله دولة مدنية. ثم يخرج من كنا نقول أنه متعلم وكذا يقول الدولة السعودية لم يؤسسها الاستعمار، ويا سبحان الله يرد على هذا بمئات بل آلاف الوثائق البريطانية وآلاف الوثائق مما دونه والدهم عبد العزيز. ألم يقل عبد العزيز بن سعود نفسه للرحالة أو الضابط البريطاني، ألم يقل له ابن سعود نفسه قال إن علاقتنا ببريطانيا تعود إلى قرنين أو 3 من الزمن؟ ألم يقل هذا؟ ينقله في كتابه الكويت وجاراتها لديكسون. هذا الكلام ثابت. ألم يقل بن سعود ويقول والوثائق البريطانية بين أيدينا؟ أم أنكم يا معشر آل سعود ويا معشر آل سلمان تستغفلون الناس؟ لأن الناس ترى لم تعد كما كانت قبل 40 و50 و60 سنة. أصبحت الوثائق بين أيديها، وأصبحت تستمع للعشرات ممن يعرون أن النظام السعودي كان نظاما صنيعة بامتياز. حتى جدكم وهو فيصل بن تركي المسمى بالإمام زورا وبهتانا، هذا أيضا كان له علاقة. أما قرأتم الرحلة التي من الكويت إلى الرياض، وهي رحلة الرحالة البريطاني أو الضابط البريطاني لويس بيلي، حينما قال لما التقيت فيصل بن تركي وجدت بجواره على يمينه طفل في 14 من عمره واسمه عبد الرحمن، وهذا جدكم بالمناسبة. والتقى فيصل بن تركي فقال أول ما قال، وأعطاه ساعة من حديد من ذهب مذهبة، وأعطاه سيفا من ذهب، وأعطاه مسدسا فردا من ذهب. ألم يقل له فيصل بن تركي تلك الأيام 1861 ميلادي، ألم يقل له نحن نريد منكم يا أيها الإنجليز أن تعاونونا على قضية العثمانيين؟ ولم يكن تلك الأيام لا حزب الاتحاد ترقي ولا هم يحزنون. إذن هذا النظام هو في الأساس أسس على هذا الأساس، أساس العمالة، أساس أن هؤلاء البريطانيين كانوا هم الذين أنشأوا هذا النظام. لا يجوز تضليل الناس، ولكن أيضا نحن يجب أن نتكلم عن نقطة مهمة للغاية، نقطة أن كل من يؤيد الدعوة الوهابية هو يصب علم أو جهل، بحسن نية أو بسوء نية، هو يصب كلامه في حماية هذه الدولة، ويصب أيضا كلامه في التأسيس لهذه الدولة، وكذلك تثبيت عمدها وتثبيت أركانها. إذ كيف تجمع بين مذهب قاتل المسلمين وبين مذهب من أسس له عملية القتل، بمعنى حماه بالسلطة وبالصوت وبالحديد والنار؟ وعلمنا جميعا أن النظام السعودي منذ أن ينتهي من هذا المفعول يجهز على هؤلاء الوهابيين. وهذا الآن أمام أعيننا. ما الذي فعل بن سلمان؟ ما الذي فعل والده؟ ألم يكن والده من قبل يستجدي حقين الهيئات ويقول لهم تعالوا ويعطيهم سيارات هدية؟ وهكذا كان آل سعود يطبعون المصحف وإلى آخره. ولكن هذه المرة حينما استغنى عنهم
يعني ركلهم على جنب، وحتى أمر أن يخفض رواتبهم وكل المؤسسات الدينية، مع أن مؤسسات تأتمر بأمرهم وتمشي في ركابهم. هذا شيء. ولما احتاجهم بن سلمان قبل أيام يقولون أعاد لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني شيئا ليس شيء من صلاحياته، إنما يريد أن يمتطيها كما امتطاها جده. اقرأوا من الذي كتب يعني دهاقلة النظام السعودي، سواء حافظ وهبة سفير بن سعود في لندن، سواء محمد جلال الكشك في السعودية والحل الإسلامي، كلهم، أو حتى فؤاد حمزة، أو حتى أمين الريحاني، كلهم يقولون، وحتى الإنجليز يقولون كان إذا انتهى عبد العزيز من إخوان من طاع الله ومهدوا له وقتلوا الناس باسم الله وباسم الدين وباسم الوهابية، وبعد ما ينهوا ويوطئوا له أكناف الجزيرة العربية بالدم وكذلك بالقتل الذريع وجعل الناس مشركين وجعل الناس كفار، هنا يأتي اليوم يوم الخلاص واليوم الحتم ليتخلص منهم ابن سعود. وبالتالي هنا نعرف أن هذا النظام نظام لا علاقة له بالإسلام، إنما يستخدم الإسلام فقط، إنما يمتطي الإسلام فقط، ويمتطي، يا ليته امتطى نسخة حسنة من الإسلام، بل امتطى أسوأ نسخة في عرفتها البشرية، النسخة القاتلة، النسخة الدموية، النسخة التي أفتى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ 1400 سنة، منذ 15 قرن أفتى. قال حينما قال له ذو الخويصرة التميمي، قال اعدل، قال ويحك من يعدل، قال يخرج من ضئضئه قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيام. إذن هؤلاء لا زالوا إلى يوم الناس هذا، وابن سعود ومحمد بن سلمان يمتطيهم ويمتطي مشايخهم، وقد امتطوا كثيرا، ولكنهم ليس لأنهم لا يعون، لا، لأن هناك اتفاق بين هؤلاء القوم وبين أيضا آل سعود، اتفاق، وكذلك اتفاق قوي بينهم منذ العهد الأول، عهد محمد بن سعود وعهد محمد بن عبد الوهاب. إذن نحن أمام أمرين، محمد بن سلمان الآن افتقر، وليس هناك إنجازات لا اقتصادية ولا سياسية ولا معنوية ولا حتى داخل البلد، ولا إنجازات مشاريع ولا إنجازات دينية. أصبح الآن بحاجة إلى أن يرجع إلى التاريخ ويقول إن عمرنا مثل يعني خلاص صار في فرق بينهم وبين العثمانيين أو الأتراك 50 سنة، بدل هذولاك 4 قرون، هذا 3 قرون ونص. ثم يقول يعني يريد أيضا أن يفتك يعني العلاقة بالإسلام، العلاقة بالدين، ولو كان نسخة وهابية، ويقول للناس أنا ما لي علاقة بالإسلام. وهذا بالضبط ما نشرته إيديعوت حرونوت اللي هي الصحيفة الإسرائيلية السيارة الشهيرة، نشرت أنه يعني لا علاقة له بين، يجب أن تخفض الرواتب، يجب أن تفعل، يجب أن تتبرع من هذه الدعوة. وإن كان التطرف الإسلامي، طبعا نحن في الإسلام يعني ليس لدينا تطرف، قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للبطولة موثقة ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا وأبى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندق؟ إن التطرف ما نرى من ظالم أودى بأحلام الشعوب وأرهق، إن التطرف ما نرى من غفلة ملك العدو بها الزمام وأطبق ما يعني هذا التطرف الحقيقي. التطرف أن يأتي الظلمة، أن يأتي المستبدون في العالم العربي فيودون بأحلام الشعوب، هذا التطرف. والتطرف هو التطرف الوهابي الذي جاء باسم الإسلام وقتل الناس واستحل دماءهم واستحل كل ما يمكن أن يستحله، ثم يعني وطد لآل سعود الحكم، ثم أبعدوا عن المنصة وأرضوا بشيء من المناصب إلى أن أصبح ما شاء الله والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قطع دابركم يا آل الشيخ من رفعكم في يوم من الأيام، ومن يعني اتفق معكم في يوم من مع جدكم، وأعطيتم مناصب الإفتاء، وأعطيتم مناصب الأوقاف، وأعطيتم مناصب كذا، مع أنكم لستم مؤهلين لهذا أبدا. ولذلك الحمد لله الذي قضى على آل الشيخ على هذه الكنيسة النجدية، قضى عليها بمن كان في يوم من الأيام هو الذي يعني رفعها، وهو الذي اتفق معها، وهو الذي يعني أبرم معها تلك الصفقة السيئة الذكر التي كانت أشبه ما تكون بالكنيسة والقصر كما في العصور الوسطى في أوروبا. فلذلك الحمد لله. وهذا يدل
على أن الله جل وتعالى يريد وبيد بن سلمان وبحتف، ويسعى لحتف الشاة تسعى لحتفها بظلفها، يريد أن يقضي على هذا النظام، لأن هذا النظام نهض باسم الإسلام، وإن كان إسلاما محرفا وإن كان إسلاما ملوثا نهض باسمه، وبمجرد أن تزال القاعدة التي نهض عليها سيسقط مباشرة بإذن الله تعالى. فهو يظن أنه سيرضي أعداء الله من الصهاينة وغيرهم، ولكن في الحقيقة هو يريد الله جل وتعالى أن يقول قد آن أوان انهياركم، آن أوان سقوطكم، آن أوان زوالكم، وآن أوان انصرافكم يا آل سعود. وليس لأنكم تركتم الإسلام الحقيقي، لا، بل تركتم بطبيعة الدول الشيء الذي تقوم عليه بمجرد أن تزيله تسقط مباشرة. والحمد لله رب العالمين، نحن نحذر شعبنا، نحن نحذر أمتنا، نحن نحذر المسلمين في آخر هذا اللقاء، وأقول إن الحجاز وإن مكة والمدينة وإن الحرمين الشريفين وإن يعني أهلهما مأسورين في ظل فلول مسيلمة الكذاب، الذي يعني الحمد لله رب العالمين تركوا قبيلة عنزة والآن أصبحوا تابعين لمسيلمة، مع أن هذه القبيلة قبيلة بني حنيفة انقرضت أصلا، ولا يوجد أحد فيما أعلم ينتمي إلى هذا إلا آل سعود. ليقول وقد ذكرني هذا بأحد الطغاة العرب حينما ذهبت إلى المدينة التي نشأ فيها فوجدت مقابر المسلمين إلا قبره وجدته كأنه انتبذ قصيا، وكأن الله عز وجل انتبذه بفعله هو أن يدفن خارج مقابر المسلمين، فدفن في بناية خاصة، وقالوا هنا قبر الزعيم، هذا الزعيم سيء الذكر الذي نزع أحجبة النساء في الشوارع من أمام، وأفتى بالفطر أيضا في نهار رمضان. إذن نحن نقول إن هذا النظام سيسعى لحتفه بظلفه بفضل الله تعالى، وهذا النظام بفضل الله جل وتعالى إنه قد آن انصرافه وقد آن زواله بإذن الله. ونحن نحث المسلمين نقول لهم إن لم تغيروا على قبلتكم، إن لم تغيروا على الحجاز العظيم، إن لم تغيروا على مكة والمدينة، إن لم تغيروا على حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أتغارون على القدس؟ إن هذا النظام فعل بحرم رسول الله وحرم الله جل وتعالى من الجرائم والكوارث ما لا يخطر على قلب بشر. نعلم أن علماءنا وأن كذلك علماء المسلمين وأن كتابهم وأن مثقفين في الكم الأغلب منهم قد صمتوا لمصالح شخصية أو لخوف أو لجبن وخور، وقد آن لهم أن بعد ما كشر هذا النظام عن ينيابي أن يبدوا كلمة الحق، وأن يدعو إلى تحرير الحجاز تحريرا من فلول مسيلمة الكذاب ومن عصابة الدرعية، وأن يدعو كذلك إلى تحرير الحرمين ومكة، وأن لا يكون الحج ولا العمرة مصيدة بيد آل سعود. يوم التأسيس هو يوم القتل والدمار والعار والشنار والتدمير لكل المسلمين، التدمير للتعدد، التدمير للتنوع. يوم التأسيس هو نكبة على كل عربي ومسلم، يوم التأسيس هو يعني نذير شؤم لكل العرب والمسلمين. نعم قد نعذر الناس في الماضي، أما الآن فقد زال العذر وتكشفت الأمور وانقشعت الحجب، وكذلك يعني كشفت الغياهب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله مع صعوبة ما نمر به، إلا أنها مبشرة عظيمة إنه هذا النظام بدأ بالزوال، ونحن بدأنا. نعم بدأ الناس يعون، بدأ الناس يتفكرون، بدأ الناس يتكلمون، بدأ الناس يتكلمون عن الحجاز العظيم وأنه محتل بأيدي هذه العصبة وهذه الطغمة الحاكمة، الذي أسأل الله جل وتعالى أن يحررها من اليوم قبل غدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.